السابليه من افخم الحلويات اللي ممكن تعمليها، حاجة حلوة جدا كده وفخمة كده وتشرفك، وبتبقى موجودة في ركن كده المحلات. بيبقى القسم ده غالي شوية، ولكنها بتتعمل بحاجات بسيطة وسهلة جدا، وتقدري تعمليها في البيت، حتى كمان اسهل من البيتي فور. لو ما بتعرفيش تعملي البيتي فور فهتعملي السابليه وهيطلع ممتاز معاكي. في فيديو النهاردة هنعمل السابليه كده على اصوله بمكونات بسيطة جدا جدا، وهتعرفي تعمليه وهتنجحي فيه من اول مرة ان شاء الله، لان طريقته سهلة وبسيطة، وهتعملي منه اشكال كتيرة كمان، وهنعمله ب3 مكونات فقط. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نحط لايك للفيديو ونخش نشوف عملنا كل الاشكال الجميلة دي ازاي وبطريقة بسيطة وسهلة جدا. حطي لايك للفيديو وتعالوا نشوف عملنا ايه. بصوا بقى حبايب قلبي، انا دلوقتي هشتغل على مقادير قليله شويه، ولكن انا هقول لكم على مقادير كيلو الدقيق، ولو عايزه تعملي نص كيلو دقيق تجربي فيه تمام هتاخدي نص المقادير اللي انا هقولها. تمام، عايزه تضاعفي الكميه هيبقى هتضاعفي المقادير، هتضاعفي كل حاجه. فانا هقولك على السابليه، هقولك على المقادير اللي هتعملي بيها كيلو دقيق. يعني هقولك على مقادير كيلو الدقيق، هياخد زبده قد ايه وسكر قد ايه وبيض قد ايه. بنحتاج في السابليه 3 مكونات فقط زي ما قلت لكم. اول حاجه معايا 750 جرام من الزبده، هتضيفي عليهم 400 جرام من السكر البودر. 400 جرام سكر بودر اللي هو بعد ما اتطحن وبقى بودره، هتاخدي 400 جرام من السكر البودر. السكر البودر عندنا نص مقدار الزبده، يبقى 750 جرام زبده، 400 جرام سكر بودر. تضربيهم كويس جدا جدا بالمضرب لحد ما يدينا قوام كريمي. تلاقي اللون افتحي معاكي قوي، بقى من لون اصفر للون ابيض، وبقى قوام كريمي، يبقى زي الكريمه كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هضيف بقى 3 بيضات، ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يبقى درجة حرارة المطبخ. يبقى الزبدة والبيض مهم جدا جدا ان هم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش خارجين من التلاجة عشان الوصفة تطلع ناجحة معاكي. انا هنا هضيف بيضة وعشان المقدار اللي انا عاملاه، انا واخدة تلت المقدار، ولكن انتوا كيلو الدقيق هتحطوا عليه 750 جرام زبدة، 400 جرام سكر بودر، 3 بيضات. ومادام حطينا بيض يبقى لازم هنحط فانيليا. تقدري تحطي فانيليا، وكمان ممكن تحطي فانيليا بريحة البرتقال بتكون حلوة جدا جدا. خلاص كده الخليط معايا بقى تمام، وبقى معايا زي الكريمة كده وكله تجانس مع بعضه. هبدأ بقى ان انا اضيف الدقيق بتاعي. هتضيفي كيلو من الدقيق يعني 1000 جرام، وتبدأي ان انتي تنخليه زي ما انتم شايفين كده. الكيس ده معايا دقيق الاصيل استخراج 72%، طبعا حلو جدا ومخصص لحاجات الكحك والبسكوت والحاجات دي، فبيبقى حلو. ممكن تستخدمي دقيق يكون لجميع الاغراض، فعشان يديكي كمان نتيجة كويسة. في عندك برضو الكوثر نوع كويس واسعار كويسة. انا هنا بوزن عشان انا مش هستخدم كيلو الدقيق كله، تمام، لكن انتوا المقادير اللي هتمشوا عليها مقادير كيلو دقيق. ضفت بقى الدقيق كده وعملت حساب ان انا شلت من الدقيق معلقتين كبار مليانين من الدقيق، وحطيت مكانهم معلقتين من النشا. والخطوة دي اختياري يا بنات، ولكن بتفرق جدا جدا وبتدي هشاشة كده ونعومية للسابليه بتاعك للبسكوتة. وكمان بضيف كمان معلقة من اللبن البودر، دي برضو اختياري بس بتدي تيست عالي قوي، بتخلي معاكي السابليه طعمه زي طعم اللي بنشتريه من بره كده من افخم المحلات. فهو ده اللي بيخلي التيست بتاعه عالي كده وفيه طعم، مهما تعملي في البيت تحس ان بتاع بره احلى بكتير. اللي هي معلقه اللبن البودر، مستخدمه هنا لبن بودر نيوزيلندي، حليب بودر نيوزيلندي، تمام. بستخدمه برضو في البيتي فور، بيخلي نواعم العيد تحفه تحفه، حاجه حلوه جدا جدا، تمام. وكمان ما ننساش رشه الملح، دي اساسيه معانا كده في اي معجنات. ببتدي بقى ان انا اقلب الخليط ده كله بالسباتيولا كده، ممكن تقلبيه بايدك بس ما ينعجنش فيه كتير، عشان كمان حطينا بيض. وبدام حطينا سوائل يبقى ما نحاولش ان احنا نعجن كتير. بتقلبي كده الخليط ده كله كويس مع بعضه لحد ما تلاقي كده الدقيق اختفى معاكي والعجينه لمت معاكي. انا هنا بقى هستغنى عن الاسباتيولا خالص، وابدا الم بايدي كده عشان خاطر احس بملمس العجينه تحت ايدي لو كانت محتاجه اي حاجه. ما بحبش يا بنات خالص وانا بعمل اي حاجه من نواعم العيد دي البس كلافز، عشان ابقى حاسه كده بملمس العجينه في ايدي. كده خلاص العجينه بقت معايا تمام، بتبقى فيها تلزيقه بسيطه قوي لكن مش بتلزق في ايدينا، وبتبقى ناعمه كده زي ما انتم شايفين. بصوا العجينه عامله ازاي، هي كده خلاص تمام معايا. تعالوا بقى نبدا نشكلها.
هفرش بقى مفرش سيليكون كده عشان افرد عليه، ولازم يبقى معاكي كيس تلاجة او ورق زبدة تفرزيه كده عندك على الرخامة، وتحطي عليه العجينة، وبعد كده تحطي عليها كيس تلاجة تاني او ورق زبدة. العجينة دي لازم تتفرد ما بين اكياس تلاجة زي ما انا هعمل كده، او ما بين ورق زبدة اللي موجود عندك اعملي بيه. لازم الخطوة دي علشان خاطر لو فردتي كده على الرخامة العجينة هتلزق معاكي في الرخامة ومش هتعرفي تطلعيها. وكيس كمان من فوق علشان خاطر برضو العجينة ما تلزقش في النشابة وانتي بتفرديها. ممكن تفردي بالنشابة او بالمردانة او بايدك، مفيش اي مشكلة. بنبدأ ان احنا نفرد كده ونخلي العجينة سمكها يكون سنتي. هبتدي بقى بعد ما فردتها كده اشيل الكيس، وبأي قطاعة عندك بقى تقدري تقطعي وتشكلي زي ما انت ما عايزة. طيب لو انت ما عندكيش قطاعات خالص، هتجيبي غطا برطمان عادي خالص وغطا ازازة، وهتبدأي بغطا البرطمان تقطعي مثلا بيه حوالي 10، وتقطعي يعني حوالي 20 مثلا شكل بقطعة بالغطا اللي هو بتاع البرطمان. وبعد كده تجيبي غطا ازازة وتقطعي 10 وحدات من اللي انت قطعتيهم دوريات بغطا البرطمان ده، تقطعيهم من النص كده بغطا الازازة بحيث ان هم يديكي شكل الدوناتس. وبعد كده هيبقى معاكي بقى واحده دونس واحده سليمه زي ما هي، ودول بقى بعد السوا بيتحطوا بقى على بعض كده ويتحشي جواهم حشوه ويتشكلوا. وتقدري بقى تشكلي كده بالنظام ده حاجات كتير جدا. اي قطاعه عندك على شكل دائره، على شكل بيضاوي، على شكل اي حاجه، تقطعي زي ما انت عايزه. بس اسهل شكل اللي انا قلته لك ده اللي هو بتقطعي بغطا الازازه وبغطا البرطمان. وطبعا كلنا ما عندناش في البيت اكتر من الازايز والبرطمانات عشان تاخدي الغطيان بتاعتهم وتقطعي بيهم. عملت انا بقى بالشكل بتاع القلوب ده كده، قطعت قلوب وشلتهم بقى نقلتهم في الصاج بالشكل ده، بس في حاجات اتعوجت معايا شويه وانا بشيلها. المهم دخلت الصاج الفرن. وعايزه اقولك لو انت عندك كمان المكبس بتاع السابليه ده برضو هيسهل عليكي كتير. طبعا بيبقى جاي معاه 3 أو 4 اشكال كده، بتاخدي دوريه كده زي بتاعه الكحك وبتحطيها وبتضغطي عليها بالمكبس ده، وخلاص على كده بقى جاهز معاكي. فلو انت عندك دي هتسهل عليكي طبعا كتير. المهم بقى عملت كده وخلصت كل الكميه اللي معايا، وسويته على درجه حراره زي البوتيفور كده 180. اخد لون من فوق ومن تحت، في حاجات اخدت لون شويه ولكن هي حلوه برضو، فتاخدوا بالكم كده. كمان قعدت بقى ازينه. عايزه اقول لكم التزيين ده طبعا براحتك خالص. سيحت شوكولاته كده بيضه على وشوكولاته دارك على حمام ميه، وحطيت ورق زبده. اهم حاجه تحطي ورق زبده وانتي بتشكلي علشان لما الشوكولاته تجمد يبقى سهل عليكي ان انتي تشيليها. طبعا قعدت بقى كده انا وبناتي شكلنا بقى شويه حلوين. بصوا بقى عامل ازاي، وهي الشوكولاته طريه. بتقدري تحطي على وشها مكسرات او سبرينكل او فارماسيل زي ما انتي ما عايزه، بس اهم حاجه وانتي بتزيني والشوكولاته طريه علشان تنشف بالحاجه اللي عليها، فالحاجه اللي عليها ما تقعش. بصوا زي ما انتم شايفين القلوب اللي انا عملتها، عملت نصين كده وعملت اشكال كتير. طبعا تقعدي بقى تفنني وتعملي اشكال كتير زي ما انت عايزه اقول لكم دايب وطالع في منتهى الجمال. والله بتاكليه كده بيدوب في البق، وحاجه كده ما شاء الله اللهم بارك، حاجه فاخر من الاخر. فعلا حلويات حلوه جدا وتشرف، سهله جدا وبسيطه. جربيها كده في نص كيلو دقيق او حتى ربع كيلو دقيق وهتعجبك جدا. وعايزه اقول لك نص كيلو دقيق، لو البيضه عندك البيضه كبيره اكتفي ببيضه واحده بس، لو البيض صغير ممكن تحطي بيضتين او تاخدي بيضه وصفار بيضه كامله وصفار بيضه. تمام كده. ممكن تعملي نص كيلو ببيضه واحده بس برضه هيطلع معاكي زي الفل. وده الشكل النهائي للسابليه بتاعنا كده، حاجه في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بالله عليكم تحطوا لايك للفيديو عشان يكبر كده ويوصل لاكبر عدد من المتابعين. واسيبكم في رعايه الله، اشوفكم في وصفه جديده على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.